في الرحلة الختامية لموسم صيف 2025 عبر الميناء التجاري بجرجيس نجاح متجدد لهذا الخط وإصرار من قبل المهاجرين على أن تكون رحلات العودة والمغادرة من أرض الوطن وإلى بلدان الهجرة والعمل أن تكون عبر هذا الخط لما لاقوه من جودة في الخدمات من قبل مختلف المتدخلين في المنظومة المينائية. السفرات تعدت سمحة ياسر، وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن، ونحبوا بلادنا، نجوا نبكوا ونروحوا نبكوا على خاطر خلينا صغيراتنا غادي وخلينا وكرنا هني وني اوبليجي باش نمشوا بلادنا بروحها والحق مرتاحين وسفرة الحمد لله يا ربي. لا الحمد لله ان شاء الله الخط هذا ديما يقعد وان شاء الله ديما نروحوا على جرزيس وكي تروح هني توصل قدام باب الدار مش كيما هكا التراجي لوتوروت والكل لا محالة ولا مرتاح مي ديما واحد كي يوصل لجرزيس ديريكت خير. البورت هذا نتاعنا يلزمنا نحافظوا عليه، فيه برشا سياح، فيه برشا رحلات، ذريتنا ما شاء الله عليهم، زاد الخدمات اللي هي موجوده كل من جميع ما الله يرحم والديهم معناتها في سرعه الخدمات. السفره كانت في غايه من الروعه الحمد لله، حتى سيرفيس وضع فرحوا بنا ما شاء الله ما تعطلناش. وعلى أهمية ما يقدمه هذا الخط البحري من خدمات للمهاجرين أبناء تونس المقيمين بالخارج، بات هذا الخط أيضا مؤمنا لتوافد السياح وللمتعاملين الدائمين من التجار والناقلين البحريين. اصلا حتى الترانسبورتير لاقين الاريحيه فيهم مع الخط سورتو الستيان وكل شيء، ما يعبي البابور سواء على حلق الواد ولا على جرجيس كان التجار يعني مادام نخدم لك في النقله الوطنيه، مادام نحكي تاجر، مادام كنت حتى نحب نربح سي شان هي شنيه الستيان تخدم البروت يخدم الطريق يخدم ما سي شان ايكونوميك. منذ سنوات لم نسافر عبر الباخرة واليوم وصلنا إلى هنا بكل أريحية على متن الباخرة قرطاج. المعاملات كانت جيدة ومتميزة وكل شيء متوفر في هذه الباخرة وقد وجدنا كل ما نحتاجه والرحلة كانت مريحة. قدمنا عبر الباخرة قرطاج، كل شيء على ما يرام، الأعوان طيبون والخدمات جيدة جدا والرحلة كانت رائعة. ومع ما سجلته هذه الرحلة الختامية من مؤشرات في أرقام المغادرين والوافدين، تجددت مطالب أبناء الجهة بتعزيز رحلات هذا الخط في قادم السنوات.